في نص الثمانينيات مطارد الليلي ما كانش راجل عادي، لا ده كان كابوس بيمشي على الارض. ولما الشرطه اخيرا مسكوه الناس كلها كانت واقفه مسبهله عايزه تعرف كل تفصيله عنه. الراجل ده كان معترف بعبادة الشيطان، جرايمه ما خلتش المجتمع خايف وبس، لا دي خلت الناس كلها ساعتها مهووسه بيه. يبقى مين هو ريتشارد راميرز؟ لما المطارد الليلي اتحاكم بجرايمه كان عنده ساعتها 25 سنه بس. انت متخيل 25 سنه؟ وصعب تقول ان حاجه او اتنين من اللي حصلوا له في حياته كانوا السبب في اللي اتحول ليه، لا لكن لما تيجي تبص لحياته من الاول هتلاقي اشارات مرعبه، علامات سوداء بتقول ان النهايه دي كانت مستنياه. ريتشارد اتولد يوم 29 فبراير سنة 1960 في مدينة اسمها آل باسو في تكساس. كان أصغر إخواته الخمسة. أمه اسمها مرسيدس كانت شغالة في مصنع أحذية، وأبوه كان اسمه جوليان محارب قديم واشتغل في سكة الحديد. بس الأب كان عنيف جدا وما كانش موجود باستمرار في البيت، وبما إن الأب والأم كانوا مشغولين بالشغل وأغلبية الوقت ما كانش في البيت فأولادهم ابتدوا يغرزوا ويقعوا في مشاكل. إخوات ريتشارد الكبار كانوا بيستنشقوا الغرة، أو بمعنى أصح كانوا بيشموا كل، كانوا مدمنين على حاجة زي كده، وكانوا بيقتحموا البيوت مع ابن عمهم مايك. اما ريتشارد كان بيقضي اغلب وقته مع جليسه الاطفال البيبي سيتر، يا اما كان بيلعب في الحوش لوحده. لكن من بدري جدا اللعنه بدات، وهو عنده سنتين حاول يوصل لراديو كان فوق الدولاب، جاي بيحاول يمسكه راح الدولاب وقع عليه، راسه اتفتحت وراح المستشفى خيطها 30 غرزه، وكمان حصل له شبه ارتجاج في المخ. بعدها ب3 سنين وهو بيتمرجح برضه وقع من على المرجحه واغمى عليه، ونقلوه بسرعه على المستشفى تاني ورجع بغرز اكتر. وهو في سنه 5 القلق بقى اكبر. ريتشارد ابتدى يجيله نوبات صرع في الفصل، ما كانش ساعتها معروف بقى بسبب اصاباته في الراس ولا لا، بس الاكيد ان من السنه دي اتشخص بالصرع، ونوبات الصرع دي فضلت معاه لحد ما بقى في سن المراهقه، وكان دايما بيجيله احلام مزعجه. الدكاتره ساعتها قالوا ان ده ممكن يكون مرتبط باللي بيحصل له، بس للاسف